السلام عليكم. تعالوا نعمل احلى تتبيله واحلى صينيه فراخ بالبطاطس، بس طعمها خطير. الاول هنجيب فرخه حوالي من كيلو 700 او 2 كيلو، وبعدين هنغسلها كويس في محلول النقع بتاعنا. بعد كده هنفتحها من ظهرها وهنسيبها. هننزل عليها بالتتبيله نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الملح، كمان معلقه كبيره من البابريكا، عصير ليمون حوالي ليمونه كبيره او معلقه كبيره من الليمون، دبس رمان، معلقه كبيره من الصويا صوص. وبعدين هنقلب كويس جدا الفرخه من كل الاتجاهات، وهنسيبها في جنب لحد لما تتشرب التتبيله. هننزل دلوقتي في الكبه بحوالي 2 طماطم، واحد فلفل احمر حامي او واحد فلفل احمر رومي كمان، وكمان 3 فصوص من الثوم، وحوالي بصلتين كبار. هننزلهم على الكبه، وهننزل على الفرخه كمان بكل التتبيله ديت، وهنسيبها 10 دقايق لحد لما تتشرب كمان بقيه التتبيله. على ما تتشرب التتبيله هننزل في صينيه بحوالي بصلتين كبار متقطعين جوليان او طرنشات، هنفركهم. هننزل عليهم كمان ب3 قرون من الفلفل الاخضر او فلفل الوان لو متوفر، وهننزل بالبطاطس الترانشات كمان. واخر حاجه هننزل بالفرخه على الوش، وهننزل تاني بقيه التوابل اللي احنا كنا لسه حاطينها. هننزل عليها في الصينيه وهنغلفها كويس بورق الفويل، وهندخلها درجه الحراره 180. تاخد حوالي من ساعه الا ربع لحد ساعه. الطريقه دي تنفع كمان للاوراق، او تنفع كمان لصدور الفراخ. اي حاجه احنا بنحبها في الفراخ ممكن نعملها صينيه. بس بجد احلى تتبيله واحلى صينيه ممكن تاكليها من ايدك يا ست الكل. بعد كده هنسيبها بعد ساعه، هتطلع بالجمال ده. بجد احلى فراخ ممكن تاكليها في حياتك، طعم وريحه. والف هنا وشفا على قلبكم. مع السلامه.